احنا ولد المرجعية، الغيرة بينا هاشمية. أنتم بيدكم هذا العراق، وبإرادتكم وباختياركم تضعون العراق على أي سكة تريدون. احنا ولد المرجعية، الغيرة بينا هاشمية. أكلفك الدعاء من الحسين ينصف طول عمرك سيادتك. الهور يشهد باللي فات غيم فك من الثبات، الهور يشهد باللي فات الغيم فك من الثبات. الغيرة بينا هاشمية، الغيرة بينا هاشمية. علينا أن نعلنها واضحة وصريحة وقوية وشجاعة أننا عراقيون ننتمي إلى هذا البلد. إذا لم نكن نحن من هذا البلد فليس في العراق غيرنا يمكن أن يحكم في انتمائهم العرب وفي انتمائهم العشائري وفي انتشارهم في كل مناطق العراق، في وجود النفط تحت أرجلهم، في وجود الميناء الوحيد في أحضانهم وما شابه من هذه صارت كل دموع الأمهات، اليتيم وكل فقير ببالي، وانتصارا للشعائر والصلاة بالمواطن والوطن. دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. لا بد لي أن أشكر اللجنة التي قامت بصياغة هذا الدستور والله رأس ملك دكتور همام. انتصارك الدموع الأمهات، اليتيم وكل فقير ببالي. نشكر التفاته الشيخ الدكتور همام حمودي على التفاته حول بناء مستوصف. بالنسبة لتوزيع الثروة اشترط في موضوع توزيع الثروة نسبة السكان ودرجة الحرمان، وكذلك تعويض المناطق المحرومة بما يحفظ توازن تنمية متوازنة في البلد. دولة ولد الوطن واصفر ثوبهم، مثل لون الشرف يضيق قلوبهم. دولة ولد الوطن واصفر ثوبهم، مثل لون الشرف يضيق قلوبهم. تنتخب بس الذي يوفيها، تنتخب سماحة السيد ابن الزهراء في الشهر الثاني يعني في شباط صدر بيان وطالبكم ألا تنتخبوا إلا من يقف ضد الامتيازات، وعليكم أن تذهبوا لمن تصوتون له وتطالبوه بأن يوقع تعهد. تنتخب بس الذي يوفيها. أن إخواننا مدعوون للتصويت لسماحة الأخ الدكتور الشيخ همام حمودي، وهو من الشخصيات الكريمة الفهيمة ذات التاريخ الناصع الجهادي. حمل قيادة غيرها لها تفيد الناس، يتهدهد ترى البنيان. عم ذا ما تبنوا تقعد الساس، قوتكم نظيفة وتاج فوق الراس. ويا ماي عيون النخبة، يا ماي عيون